ورجعنا لكم يا حبايبي بعد ما عملنا الفاصوليا. بصوا اللهم بارك، شفتوا له 2 كيلو ونص، عملوا لي 9 اكياس. والكيس والله يا جماعه يعني يقضي وجبه مرتاحه. طبعا الكيس بيبقى اقل من نص كيلو، لان زي ما قلت لكم في رمضان اكلنا بيبقى قليل. فانا عندي اعمل طبقين خضار ماشي، مع طبق بقى ملوخيه جنبيه، طبق قلقاس. فضل ونعمه من عند ربنا بيتاكل. وبعد كده بنغسل مواعين والدنيا بتبات نظيفه والدنيا كويسه، عكس ما انا اعمل اكل ويبات لي تاني يوم، لان انا اولادي ما بيحبوش الاكل بتاع تاني يوم ده. وانا عامه في رمضان لا ما بحبش كده. يعني ممكن في الايام العاديه بعديها ساعات عادي، بس انا نفسي لا ما بحبش كده بصراحه. بحب اعمل الحاجه تتاكل في وقتها. يعني في رمضان انا عملت الخضار، عملت الرز، عملت الفراخ، عملت اللحمه، اتاكلت في وقتها الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا. تاني يوم نعمل اكل جديد. وده كله بيرجع للتفريزات اللي انت بتفرزيها. طول ما عندك تفريزات كل يوم هتعملي اكل جديد. تفريزات بايه بقى؟ ما بنضغطش الميزانيه، ما بنزنقش نفسينا، ما بنجيش في رمضان والخضار غالي والقوطه غاليه، تمام، كل حاجه غاليه، ونيجي ونشتري طبعا بكميات. والطبيعي للاولاد، لينا احنا، لجوزك، مجرد ما بس ايه يعني المغرب بيقدم مع البلح مع التمر مع العصاير، بتلاقيه مجرد ما ياكل حبايتين خضار بحبه رز يقولك لا الحمد لله انا شبعت. تمام. هتقولي طب كمان شويه ممكن يجوعوا، لا انت كمان شويه بتعملي كنافه، بتعملي قطايف، بتعملي شاي بلبن، فبالتالي كلوها شبعوا. يبقى ايه؟ رجعنا للسحور. خلاص بقى يبقى الاكل اللي فيه. هتقولي تاني يوم اسخنه؟ هو فضل ونعم من عند ربنا، هنسخنه عادي تاني يوم وهنعمله. بس انتي لو عملتي كمية على قدك وخلصت، وتاني يوم عملتي انواع تانية وطازة يعني معمولة حلوة كده جديد، هتبقى حلوة، هيحسوا برمضان بقى والاكل الجميل بتاع رمضان اللي هو كل يوم ده. فهي دي وجهة نظري. ويا رب لو وصلت لغايه هنا تشتركي في القناه، تفعلي زر الجرس، وتتابعيني اول باول. وان شاء الله ان شاء الله الايام اللي جايه كل يوم هنزل لكم فيديو جديد. وكل يوم من الميزانيه، انا مش هنزل اشتري مشتريات كلها بمبلغ، لان انا ماشيه بيوميه ب100 جنيه في اليوم. فبالتالي اللي انا بقدر اوفره من اليوم ده هو اللي انا هجيب بيه خزين، هو اللي انا هفرزه عشان يريحني طول شهر رمضان، ويوفر عليا الفلوس كمان، لان في التزامات تانية، في يميش، في لبس عيد، في تمر وصوبيا، في بلح، في حاجات كتيرة قوي بنحتاجها، في لبن كل يوم بيتجاب عشان نعمل زبادي او نعمل شاي بلبن. فهو ده وجهة نظر يا جماعة، ان احنا بمبلغ بسيط يعني اللهم بارك ب30 جنيه عملت لي 9 وجبات، 9 وجبات من الفاصوليا. فده فضل ونعمة من عند ربنا. وانتظروني الفيديوهات اللي جاية، كل يوم هننزل فيديو جديد، كل يوم بمشتريات جديدة، ومش هتضيق علينا ولا هتزنقنا. وبجد بجد والله بتوحشوني، ومستنيه تعليقاتكم وشجعوني وقولوا لي يلا شدي حيلك ونزلي فيديوهات كل يوم ونزلي مشتريات كل يوم، واحنا هنقلدك يا ام يوسف. واقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.